بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الورشة سنتعلم كيفية الكتابة بخط الرقعة، ولكن بطريقة سهلة وممتعة ومبسطة ميسرة. في البداية يمكن أن نتعرف على زاوية مسكة القلم، لأن مسك قلم الخط العربي يحتاج إلى زاوية معينة حتى أتمكن من كتابة حروف خط الرقعة. طبعا أفضل طريقة لمعرفة زاوية خط الرقعة هي أرسم مربع وأقسمه إلى مستطيلين متساويين، ثم أرسم زاوية بين زوايا المستطيل. بهذه العملية أكون قد حددت أين يجب أن يكون بالضبط ميلان قلم خط الرقعة. سنستعرض معا الكتابة بخط الرقعة بعد أن تدربت على الزوايا. يبدأ المتدرب بالتدرب على كتابة النقطة، وهي عبارة عن شكل معين متساوي الزوايا. طبعا هذه زاوية خط الرقعة كما اتفقنا. من هذه الزاوية سأنطلق إلى كتابة كل الحروف. فإذا رسمت 3 نقاط ستكون هذه ال3 نقاط هي معيار حرف الألف. حرف الألف هو حرف مستقيم مائل قليلا إلى اليمين بمقدار نصف نقطة. بعد حرف الألف ممكن أن أنتقل إلى دمج النقطة مع النقطتين. النقطتين في خط الرقعة تكون عبارة عن خط مستقيم أفقي. هذه النقطتان فوق التاء وتحت الياء تكون بهذه الطريقة. فحرف الدال هو عبارة عن نقطة ثم انحناء ثم أدمج مع النقطتين. كيف يكون بشكل متصل؟ نقطة انحناء مباشرة إلى النقطتين. يكون عندي ميلان فيرتكز حرف الدال في نهايته على السطر. هذا الميلان تقريبا ربع نقطة، وحرف الدال نقطتين. السن الأخير يكون أطول من السن الأول تقريبا بهذا المقدار. طيب، إذا بدأت بنقطة مع الانحناء ومن نفس مكان الانحناء أضفت هذا النزول ثم صعود ثم تدوير إلى اليمين بمسافة 3 نقاط. كذلك أكون قد حصلت على حروف الباء مع التاء مع الثاء. أيضا هنا لابد أن نركز على تفاصيل حرف الباء. فأجد أن النزول نقطتين ثم الصعود نقطة، يعني لا يرتكز على السطر في وسط صحن الباء وإنما في الثلث الأخير. إذا أيضا استخدمت تقريبا بداية حرف الباء ممكن تكون أطول بنصف نقطة، ثم النزول والصعود في مكان يكون أقل من 3 نقاط، تقريبا 2.5 نقطة، وفي النهاية وضعت النقطة، وطبعا داخل النون نقطتين. أكون قد حصلت على حرف النون. فالبداية تقريبا مشتركة. الوسط عندي الانحناء مائل إلى اليسار، فلا ترتكز النون أيضا في وسطها وإنما
الثلث الأخير. فنلاحظ هنا السطر النزول أطول من الصعود، فهي لا ترتكز في وسطها على السطر وإنما في الثلث الأخير. إذا دمجت النون مع بعضها، كل أجزاء النون بدون فراغات، سأحصل على حرف الهاء المفرد، تقريبا يكون بهذا الشكل، نقطة بنقطة ونصف تقريبا. الآن سأرسم حرف الراء. بداية الراء بهذا الانحناء ثم رسم المثلث. طبعا يوجد عند الخطاطين أكثر من طريقة لرسم الراء، ممكن أخذها مرة واحدة، ولكن الكل متفق أنها ترتكز في نهايتها على السطر، فلذلك هي عبارة عن نقطتين بشكل مائل. بداية حرف الراء هو عبارة عن هذا السن المائل، سن مائل مع بعض الانحناء. طيب الآن سننتقل إلى المرحلة التالية، وهي دمج الحروف. طبعا إذا لاحظنا حروف خط الرقعة نلاحظ الفلسفة الجمالية في خط الرقعة وهي الاختزال، فأنا سأعبر أو سأرسم الحرف بأقل خطوط ممكنة. إذا كان خط واحد خط واحد، خطان خطان، فأفرغ أو أزيل أي زيادات تزيينية عن أصل الحرف وأبقي الحرف بشكله الأصلي. فلذلك تلاحظون حروف خط الرقعة صغيرة وممكن أن تكون سهلة الكتابة. الآن كيف سأستخرج باقي الحروف من هذه الحروف؟ عندي مثلا حرف الألف مع النون. طبعا الألف كاملا بالنقاط الثلاث وأيضا بالميلان، وميلان النقطة أيضا لحرف النون، وداخل اللام نقطتين، فيكون حرف النون كاملا مع حرف الألف يشكل حرف اللام. الآن حرف الألف مع حرف الباء سيعطيني الكاف. يمكن أيضا أن أدمج الكاف، همزة الكاف مع جسم الكاف، أو ممكن عند بعض الخطاطين أن تكون الهمزة مكتوبة داخل الكاف. فعندي الألف مع الباء يعطيني الكاف، الألف مع النون. الآن ممكن أن ننتقل إلى الراء مع النون، يعطيني السين. إذا كررت الراء الجزء الأول من الراء ثم كتبت النون كاملة يعطيني السين. وأيضا إذا تدربت على الطاء، طبعا هذه الطاء، فبسهولة ممكن أن أكتب الصاد والتي تعتبر بداية الطاء ثم النون.
طبعا هنا في هذا الشرح لا ألتزم بالسطر. كل حروف الرقعة ترتكز على السطر في آخرها ما عدا الميم والحاء والعين النهائية أو المفردة، فلذلك هنا فقط هذا لشرح. طيب إذا دمجت الهاء مع الراء يعطيني الواو، وإذا دمجت الهاء مع الفاء الهاء مع الباء عفوا تعطيني الفاء، وأيضا الهاء مع النون ستعطيني القاف. وأخيرا ممكن أن أعتبر أن بداية الياء أيضا هي عبارة عن جزء من الهاء إلى هذه المرحلة، ثم تكون كأس النون في نهاية الياء. عندي اللام ألف هي عبارة عن ألف ثم راء كبيرة ثم ألف كاملة، طبعا هنا ألف قصيرة، هذه تقريبا نفس الراء. يبقى عندي الميم والعين والحاء. الميم ممكن أختزلها بنقطة ثم نزول مائل، وفي نهاية النزول عبارة عن ألف رفيعة مائلة، طبعا هنا نقطتان. الحاء ممكن أن أقول أنها نقطة ثم انحناء، نقطتين بشكل منحني ثم زاوية منحنية ثم تموج ثم نهاية الباء. العين تقريبا رقم 2 ثم أترك نقطة نزول إلى خارج البداية ثم نفس نهاية الجيم أو الحاء. يبقى الهاء المتصلة في بداية الكلمة، ممكن أن أبدأها، ممكن أن أتخيل أنها هاء كبيرة ثم قبل أن أختمها أضع داخلها هاء صغيرة، ممكن. فهذه تقريبا حروف خط الرقعة. يمكن لمن يتقنها بعد ذلك أن ينتقل إلى الاتصالات، وبالتوفيق إن شاء الله.